عارفين ايه اللي يكسر قلب الأم والأب في تربيتهم؟ مش إن عيالهم يفشلوا. الصدمة الحقيقية لما تشوفهم بياكلوا في لحم بعض عشان حتة أرض أو قرشين. البيت كان دايما عمران، والضحكة مش بتفارق الوشوش طول ما الأب عايش. أولاد وبنات، سند لبعض وظهر، أو ده اللي كان باين للناس. الأب ملحقش يتدفن، والعزا لسه ما خلصش، وفجأة الوشوش اتغيرت، والضحكة قلبت غل. الكبير قفل الشقة الكبيرة وقال: دي من حقي. والصغير جاب محامي وطالب بحقه ناشف. والبنات بقوا بيعيطوا ويبكوا بدل الدموع دم، مش على أبوهم اللي مات، لأ، على الإخوات اللي باعوا بعض في ثانية. البيت اللي اتصرف عليه سنين حب وأمان اتهد في ليلة واحدة عشان خاطر الميراث. الفلوس بتروح وتيجي والعقارات بتتخلق من جديد، بس الأخ والأخت لو خسرتهم عشان قرشين مش هتعرف تشتريهم تاني، حتى لو بمال قارون. خسارة الدم هي الخسارة اللي ملهاش عوض. وانتوا شفتوا قصة شبه دي قبل كده ولا لأ؟ شاركوني رأيكم في التعليقات، ومستنية حكاياتكم في القناة. ولو حد عنده حكاية وحابب ان هو يحكيها، ما ينساش يكتبها لي في التعليقات. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.